في حاجة جديدة اسمها علم النفس الإسلامي، وده مهم جدا على فكرة لأنه بيربط الدين بعلم النفس الحالي الغربي المادي اللي احنا كلنا بنمارسه كدكاترة. علم النفس الإسلامي بيقول إن الصلاة وسيلة مهمة جدا للسكينة والضياع القلق والزعل اللي هو مهم جدا علشان السيطرة على المناعة، عشان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال يتحقق. النهاردة هنتكلم على الصلاة كوسيلة للسكينة من وجهة علم النفس الإسلامي. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. إزاي الصلاة تبقى فعالة في إنها تحسن نفسيتي؟ لازم ناخدها واحدة واحدة. أول حاجة لابد من الطمأنينة في الصلاة اللي هي ركن من أركان الصلاة. طب عشان نحقق الطمأنينة دي بشكل عملي قالوا لنا إن كل ركعة تبقى على الأقل دقيقتين، يعني مش الصلاة كلها تخلص في الدقيقتين الأربع ركعات، لا ده كل ركعة تخلص في الدقيقتين. نمرة 2 إن نهتم بسنن الصلاة زي ما بنهتم بأركان الصلاة، فدعاء الاستفتاح اللي بنقوله في الركوع نزود حاجة بعد سبحان ربي العظيم زي سبحان ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، زي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، زي سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، علشان يبقى دايما في حاجة بعد الثلاث تسبيحات اللي احنا بنقولهم تخلينا نبقى مرتاحين وعندنا سكينة. كمان في السجود مهم جدا ان احنا ندعي، وانا من وجهة نظري ادعي لنفسك، ادعي لنفسك بالشفاء، ادعي لنفسك دعاء الكرب، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر الهم، يكفيك شر المرض، يحسن ختامك، علشان تفرغ شحنتك وتبقى الآية الكريمة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله متحققة فعلا في الصلاة. كمان مهم جدا إن في بعد سمع الله لمن حمده ما نقولش ربنا ولك الحمد ونسجد على طول، نتأنى ونبدأ نقول حاجة من الأوراد اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، علشان ده بيحوم الملائكة حوالينا عشان تاخد الحمد بتاعنا ده تبلغه رب العزة. أنا مش راجل دين، بس أنا جربت الكلام ده على نفسي وعلى عدد من الناس اللي أنا بقعد معاهم في عيلتي وعلى عدد من المرضى لما بنقعد نتناقش في العيادة، والحقيقة كان له تأثير كبير. فحاولوا تخلوا الصلاة وسيلة للسكينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ربنا يرزقكم الراحة والشفاء ودمتم سالمين.